فاتحه السبيكر، اتكلمي بصوت زي القاهره عشان انا بسمعه. يلا يا كول يا ابن الكلب. هتحللي في 10,000 ولا اقول لهم خلاص مش معاه فلوس ادفع واتحبس؟ يا ابني انا معايا 10 يا ابني الجزمه، هو انا حاجه هتصرفها بشوف مين معاه. وما توجعش قلبي وحياه امك في ايه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناه. عايزين نوصل الفيديو ده 50,000 لايك. انا عايزك تتصل بابوك وتقول له يا بابا المراقب رخم عليا في الامتحان، وانا بعد الامتحان كسرت له العربيه فاتمسكت. فقال لي قدامك حل من الاثنين، يا يعمل لي محضر واتحبس يا ادفع 10,000 جنيه حق الحاجات اللي كسرتها. الحقني يا بابا عشان مستقبل ابنك بيضيع. تفتكر هتعمل فيك ايه؟ يا نهار اسود ومنيل. ايوه شايفاه معاك. ايوه يا ماما، المراقب كان زانق عليا في لجنه الامتحان، فانا اتضايقت منه وانا طالعه فبخبط العربيه كده عادي، رحت كسره له الازاز. جاب رقمي ورقم جلوسي ودلوقتي انا في الاسم. فبيقول لي يا تجيبي 10,000 جنيه هحبسك دلوقتي. الحقني علشان انا مستقبلي هيضيع. المشكله ان انا ممسوك دلوقتي وعايزين مني 10,000 جنيه عشان العربيه. نعم. عايزين 10,000 جنيه عشان العربيه. يا عم انت بتستعبط ولا بتتكلم جد؟ عايز 10,000 جنيه. ايه؟ عايز 10,000 جنيه، اعمل ايه؟ ما تعمليش اي حاجه ولا تفاعل ولا بلمه، اوعى يقول لك امضي على ورقه. اتكلمي زي القاهره يا ماما. يلا يا كول يا ابن الكلب. بيقول لي عايز 10,000 جنيه غرامه. لا اقول له انا هطلع من الكليه، مش عايز كليه. طب مستقبلي طيب. هتضيع انت ومستقبلك. خلاص اتحبس، اجيب لك منين 10,000 جنيه؟ مش عارف. وانت بتكسر له عربيته ليه؟ بقول لك ضايقني في الامتحان. طب ضايقك في الامتحان اكسر له عربيته؟ فاتحه السبيكر، اتكلمي بصوت زي القاهره عشان انا بسمعه. طب تمام. اوعي ولا بليم، ما ياخدش ولا بليم. ايه المشكله يعني جوز اتكسر؟ يعني ايه المشكله؟ عملت له غصب عنك يعني. فانا بقول لك هضيع يا ابويا انا هضيع. بتتكلم جد ولا بتهرج؟ يا عم بتكلم جد. والمصحف عملت كده؟ اه معاك 10,000 جنيه دلوقتي؟ لا والله ولا جنيه حتى. هتحلوا ولا ياخدوني على الاسم ولا ايه بالظبط؟ طب انا اعمل ايه يعني؟ هتحللي في 10,000 ولا اقول لهم خلاص مش معاه فلوس ادفع واتحبس؟ يا عم انا هتصرف لك يا عم. هتتصرف لي من ايه؟ ايوه سيبها يا عم. اجيب 10,000 انا شريف. طب لا اله اتصرف الا يا الله. بابا. صرف منين؟ مين معاه 10,000 جنيه؟ مش عارف، شوف اي حد. طب اعمل ايه طيب؟ يا بيه في الليل شوف كده مين هيبقى معاه 10 ده؟ انت فين دلوقتي؟ البس واروح فين انا دلوقتي؟ البس واجيب ايه؟ طب انت هتلبس ايه؟ البس اي هدوم يا عم عندي. ماشي، ما تلبسش هدوم، بس حاجه من الهدوم عشان هم انت ابن كلب وخلاص. ايه يابا في ايه يابا؟ انت بتضحك يابا. بقول لك والله هتحبس. انت يا ابني بقول لك يابا هتحبس. خلص بقى يا عم بقى. يابا هدفع يابا، انت هتقعد تهزر يابا. يلا شوف لي 10,000 جنيه وتعالى. قال عليا 10. مين اللي قلال عليه 10؟ انا يا ابني انا معايا 10 يا ابني الجزمه، هو انا حاجه هتصرفها بشوف مين معاه. هي كانت 10 ولا 20 جزمه، بس هي فين الفلوس؟ وما توجعش قلبي وحياه امك في ايه؟ يا عم دول 10,000 جنيه يعني. يا في ايه يا هوبا؟ يا عم زي ما بقول لك كده بالظبط. والمصحف بتتكلم جد؟ اه لا هي بتكذب، ما دام قوي يبقى بتكذب. بكدب. يا عم الحاج انت ما تصدقش ابنك. ايه؟ انت ما تصدقش ابنك. انت بتتكلم جد ولا بتهرج؟ وانا ههرج ليه يا ابويا؟ طب منين 10,000 جنيه دلوقتي؟ اتصرف بقى، انا عايزك تتصرف. اتصرف منين؟ مش كاتب البيت باسمي. ولا ليك حاجه عندي اصلا. وابوك طب بيعك اجي ليه؟ بقى مالكش في البيت بعد اذنك. على الله شوف خليتك فين. ماشي يا حاج. طب اديني اي حد من اللي معاك دول. طب خد اللي هو اللي كان بيحقق معايا اهو. هي لازم تدفع دلوقتي 10,000 جنيه. نعم. لازم تدفع 10,000 جنيه ولا جنيه هتدفعه. وهتدفع 10,000 جنيه. لا انت يعني انت لو مترقي يعني. همضيها على وصل خلاص امان. خلاص. هو ابن حضرتك ده؟ اه يا باشا. هتدفع يا باشا ولا نعمل معاه ايه؟ ايه؟ هتدفع 10,000 ولا نعمل معاه ايه؟ لا يا عم ندفع، ما ينفعش ازاي؟ احنا عايزين نقول لك حاجه. بس انت بقى والله مش عارف، انت طلعت محترم قوي مش عارف اقول لك ايه. انت عارف من قلب عظيم. تحب بقى تقول له ايه؟
يا ماما خلاص ده مقلب خلاص هي مقلب. صدقت خلاص. تحب تقولي لبنتك ايه بمناسبه الامتحانات؟ انصحيها نصيحه. يذاكر ويركز. ذاكر وركز بقى مش عشان حاجه تانية يا بوب. هو عشان كده الهيكول عشان اخده راجل. روح عشان هو عايز الهيكون. والله العظيم انت راجل عسل. هقول له ده مستقبلك. يركز يعني. اه طبعا مستقبله لازم يركز في مستقبله ولازم يعديها، مش راجل عايز يخطب وعايز يتجوز عايز تخطب وعايز تتجوز. يبقى ليك حياه، يبقى لازم تقف جنب نفسك. اقول له سيبك من الامتحانات انا زهقت. والله العظيم انت اجدع اب في الدنيا. الله ينور عليك يا حاج. اقول لك سيبه من الامتحانات ده القرف. الله ينور عليك يا حاج. فيديو هيطلع على اليوتيوب. دلعيها يا ماما. حبيبه قلبي، ايوه ايه كمان؟ ماما. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي، وايه كمان؟ وركزي في دراستك. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليها لك. نورتينا والله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناه. عايزين نوصل الفيديو ده 50,000 لايك. واعملوا اشتراك في قناه جمهوريه الاعلام المشاغب.